مرة سمعت قصة لأب بيقول: أنا كنت راكب مع أولادي العربية وما كنتش حاطط السيت بيلت، ولأن أنا مش حاطط السيت بيلت ففي كمين قدامنا، فبقيت قاعد هل دلوقتي أحطه بسرعة وأفهمهم الفهلوة وأعلمهم الفهلوة، ولا لا خلاص أدخل بقى على الكمين، وهنا وقتها هيتقال ما هو مش فارق معاه وقلبه جامد أعمل إيه؟ أنا رحت حاطط السيت بيلت ووقفت عند العسكري وقلت له: بص، انا لسه حاطط السيت بيلت دلوقتي، انا دايما بحطه بس انا كنت ناسي النهارده، بس لما شفتك افتكرت فانا حطيته. وبعتذر لك ان انا يعني لو في حاجه تبعيات او حاجه المفروض تحصل تمام، بس انت اللي فكرتني لما انا شفتك. فيقول الراجل ضحك وابتسم وبتاع وشكره ان هو عمل الموقف ده. فبقى هو قدام ولاده علمهم ايه؟ ان عادي ان انت تغلط، بس مش عادي ان انت تبجح. عادي ان انت تغلط، بس مش عادي انك تاخد الدنيا بالفهلوة. عادي انك تغلط بس تعترف بغلطك وتتحمل تبعيات غلطك. فهي النقطة كلها ان انا اللي بعلم ولادي القيم بالمواقف اللي بيشوفوها. دلوقتي بقى الاهالي خلاص مش هاخد الولاد، خليهم قديم مش مشكلة، بس طب هم هيتعلموا ازاي؟